السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مستر ياسر؟ أهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بيك، أهلا وسهلا. صلى الله على محمد. يا مستر فتحي أنت ما بتروحش؟ لا والله، بس أنا بحب أنزل أقعد مع نفسي كده في السيارة. ماشي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من المنشآت اللي أنا بحكي لكم عليها اللي ممكن في ناس كتير محاسبين من كتر تعمقهم وتفوقهم وتألقهم في وظيفتهم وفي دورهم المحاسبي جوه المؤسسات بتاعتهم العظيمة والتقيلة والكبيرة، فلما بيجي يسمع كلامنا بيتفاجئ. هو معاش في منشأة من على الأرض، ما استوعبش حتة ان فعلا ما لا يدرك كله لا يترك كله. فاعتقد ان ممكن ناس تكون تتخض من عدم متابعتنا للاصول الثابته في اول فتره للرقابه، في اول فتره لتاسيس النظام المحاسبي، يتخض يقول لك ازاي هتسيب الاصول الثابته. بس دايما حضرتك بتوازن ما بين وقتك، جهدك، فريق العمل بتاعك هيقدر يتابع ايه، الناس اللي تحتيك، التولز اللي تحت ايديك. بمجرد ما تستلم، انت دخلت استلمت في وظيفه جديده، مين اللي تحت ايديك؟ ايه التولز اللي تحت ايديك؟ لازم، اصل هي بسيطه، انا ما اعرفش الناس تعبه نفسها ليه. انا دخلت استلمت وظيفه، يا اما انا مفيش خالص، على الله حكايتي ابيض، ما عنديش ثقه في نفسي، فتعالى يا ابن الناس ب 2500 ب 3000 اقعد هنا، اما يطلب منك حاجه اعملها. فلو احنا في الموقف ده خلاص، هنا الموضوع يبقى صعب جدا. لكن امتى الموضوع يبقى سهل؟ لما يكون الوظيفه المعلن عنها هي وظيفه محاسب، والجوب سبيسيفيكيشن واضحه، محددات الوظيفه ومتطلبات الوظيفه واضحه. وانا عارف ان السايكل دي مش موجوده كده مرميه في سوق العمل، بس تعالى نتخيل مع بعض ان ده اهو واقع. الوظيفه اهي، متطلباتها اهي، محدداتها اهي، محدداتها عندي، انا رحت عملت انترفيو واتقبلت في الوظيفه. ايه اللي بعد كده؟ عشان ما ينفعش تسال تقول ابدا منين، الحسابات الدنيا انا مش عارف ده مظبوط، صاحب الشغل بيسحب جايب عربيه ليه والقرض على البنك، اصل هي مش منشاه فرديه. لا، هي في السجل التجاري منشاه فرديه، بس بره هي شركاء وفي ناس مساهمين. بص، لا، اصل الاصول الثابته دي مش بتاعت المنشاه، دي بتاعت صاحب الشغل وهو مأجرها للشغل وبياخد عليها ايجار، بس الصيانه بتاعتها احنا بنصرفها في الشغل. ففي عك. هتعمل ايه انت بقى؟ هتلتزم بتعهدات. اول شهر هتقول انا هخش اسيطر، انا هخش اطلع بقوائم ماليه، انا هخش اطلع بتقارير. هنبقى بنكذب على نفسنا. بص، انا كنت بعمل كده، يعني انا لما كنت في الاول انزل شركه او انزل مصنع، ايه يعني شهر اكون مسيطر على الدنيا. اتفاجئت فعلا. ما انت مش هتقعد بقى. انا في مره شهر سيطرت على منشاه وراس مالها في حدود ال 100 مليون شهر، بس ما كنتش بعمل حاجه تانية غيرها خالص. في ال 24 ساعه، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، انا نايم قايم على حساباتها، في تواصل دايم مع موظفيها.
المعلومه بقف عليها ما بكملش غير لما المعلومه يترد عليها. قعدت فعلا بتاع 30 يوم طلعت بقوائم ماليه فيها نسبه خطا، فيها نسبه خطا وفيها نسبه عدم تحقق، وفيها عشان كده كنت دايما بقول لك انا بأمن نفسي واكتب بناء على المعلومات يعني ايه ادله الاثبات اللي احنا استخدمناها، عشان مش نراجع، عشان بس نتحقق من صحه الارصده اللي موجوده في الميزانيه دي. فانا بفرض أدلة. ومن ضمن ادله الاثبات ايه؟ اني حدودي متوقفه عند المعلومات الوارده الينا من الاداره الماليه لديكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. شهر، الشهر ده وقت وجنبيه علم وجنبيه خبرة عشان بس نسيطر على حاجة. لكن في الشغل الروتيني او على الاقل الشغل اللي هو اللي يخليني اقول انا كفيت، انا بقول في المتوسط عشان اتحقق من الارصده والتحركات انا محتاج 3 شهور في منشأة بالمنظر ده. وبالتالي انا ما بخشش اراقب الاصول الثابته او بسمع اي حاجه عنها. انا ممكن اخدها رقم يعني بس عشان اظبط ميزان، عشان اظبط قيد افتتاح في حدود كام. استنى ده في فواتير، ده في حاجات ملهاش فواتير، ده في حاجات بتاعت، ده في حاجات مش بتاعت. 100 مليون؟ لا مش قوي، ممكن 80 مليون، 85 مليون، 100 مليون. يلا انا واخدها اوزن بيها ميزان، انت معايا؟ بس مش اكتر من كده. وراس المال العامل انا متاكد منه بناء على ارصده سيوله وارصده مدينه وارصده مخازن. راس المال انا متاكد منكم، انا واخد مصادقات، انا واخد شهادات، انا واخد. فحضرتك بص على صافي راس المال العامل ده الى حد ما نسبه التاكد بتاعته معديه 80 معديه 90%، عشان في عملاء ما لهمش مصادقات، عشان في مخازن انا لست على درايه بيها فيها بضاعه قدروا قيمتها، فوارد يكون في نسبه خطا. لكن هنتكلم في اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ان ايه نسبه التاكد فيه مقبوله يعني. انما الاصول الثابته انا مش هقدر. فبالمثل انت حضرتك استلمت الوظيفه، فلازم تفهم بقى ايه هي. واحد، اكتبها كده، مسؤولياتك. ايه هي مسؤولياتي؟ يعني انا باخد مرتب 10000 جنيه، 15000 ريال، 7000 درهم. انا ايه مسؤولياتي قصاد المرتب ده؟ عشان لو حصل اي مشكله ومشيت اعرف ان هو ايه بقى؟ تعسفي، تعنت، ما تهزش، ما ازعلش من نفسي. فانا مطلوب مني ايه يا جماعه؟ فده لازم تستلمه، لازم تستلمه. هل انت مطلوب منك اعداد قوائم ماليه؟ طب هل انت مطلوب منك اعداد ميزان فقط لا خير ومتابعه تحركات وارصده؟ ولا انت مطلوب منك تقارير عن عملاء او عن موردين او عن مخازن او عن مديونيات او عن سدادات او عن تحصيلات؟ انت مطلوب منك ايه؟ ولا لاني بيتسع نطاق المسؤوليه اني احيانا بسمع ان في محاسبين بتحصل بتنزل تلم فلوس، بيروح يعمل ايداع في بنك. ما هنا حضرتك ده خرج بره نطاق مسؤوليتك كمحاسب. بتعمل مشتريات، بتصرف من المخازن، بتتابع عهد، فده كده حضرتك ماشي، كل ده خرج بره نطاق السايكل المحاسبيه بتاعتي. فالمحاسبه بتاعتي ايه؟ يا اما انا قاعد بسجل قيود لصفقات انا ما بتعبش عشان ادور عليها، هي ادله الاثبات بتاعتها بتيجي لحد عندي، ده نطاق عمل المحاسب. غير كده بنتكلم في ممسك حسابات. فانا قاعد على مكتبي، حضرتك لما بتدخل مصلحه عشان تدفع ايصال في الخزنه، اللي قاعد على الخزنه ده مش محاسب، وحتى لو هو بيقومش بدور محاسب هنا، هو محصل. فحضرتك لما بتدفع له في ايصالات، نسخه منهم بتروح على مكتب المحاسب، تروح الحسابات،
إذا المحاسب قاعد في مكتبه بينتظر الفواتير والإيصالات والأذون وأدلة الإثبات. فالمفروض إن أي قيد محاسبي ده المفروض بقى هيتسجل بمستند. القيد ده هيتسجل يدوي، هيتسجل كمبيوترايزد، هيتسجل إلكتروني، لازم يكون ليه دليل إثبات مادي فيزيكال. ودليل الإثبات ده في بعض الأحيان بعض السيستمز بيترفع عليها دليل الإثبات ده. يعني دليل الإثبات ده لو مش إلكتروني، لو إيصال فيزيكال كده خارجي، ما بيترفع عليها دليل إثبات مستند. فين المستند؟ يبقى أنا محاسب قاعد. فهل دوري أنا هنا لا أنا استلم مستندات وأسجل قيود وأعمل إدخالات؟ أنت هنا سنة أولى أهو، سنة أولى وظيفة، سنة أولى وظيفة، لكن تحت بتتابع عملاء، تحت بتتابع موردين، تحت بتتابع مخازن. أنت هنا لسه في الثانوية العامة، أنت هنا ما مسكتش الكارير بتاعك كرجل محاسب. فكارير الحسابات هيبدأ من هنا، من إدخالات. فتديني صفقات، تديني أحداث بأدلة إثبات بمستندات، أنا هبدأ أدخلها. وهنا دورك بيجي كمحاسب إنك ما ينفعش يكون في أي صفقة في الدنيا أنت ما تعرفش تحللها لطرفيها المدين والداين. ما ينفعش، حتى لو قلت إيه أيا كان ما ينفعش، عشان نطلع للسلمة اللي بعديها. طب السلمة اللي بعديها في إيه؟ في جي إلات بقى. في حضرتك بقى سينيور مسؤول عن أرصدة، متابعة أرصدة مش متابعة تحركات. أنت بتتابع أرصدة وتحركاتها الإجمالية. في بقى محاسب برضو أول أو رئيس حسابات بيستلم الأرصدة دي وبيعد ميزان المراجعة. في مدير مالي بيعمل القوائم المالية، مالي مش محاسبي. في فرق كبير جدا ما بين محاسبة ومالية. خلصت السايكل المحاسبية، خلص الجرد، خلصت المراجعة، وخلص الفحص، وابتدت المالية. حتى لما بنتكلم في كوربريشن، شركة مساهمة، واللي هي legally separated from its owners، منفصلة قانونا عن ملاكها. الشركة المساهمة شركة الأموال منفصلة قانونا عن ملاكها، فبيبقى في إدارة للمشروع، وفي ملاك، وفي محاسب قانوني مراقب حسابات. كم طرف كده؟ 3 أطراف. مين المسؤول عن إعداد القوائم المالية في ال3 أطراف دول؟ الملاك ولا المحاسب القانوني ولا الإدارة بتاعت المنشأة؟ الإدارة بتاعت المنشأة. حتى لو في محاسب قانوني. الصوت يا جماعة عند بعض الناس، الله يبارك لكم. بس اللي بيحصل عكس كده يا دكتور. كل شوية هنسمع نفس وعلى النقيض بنلاقي كتير من منشآت الأعمال بتبعت الأرصدة لمكتب المحاسب القانوني عشان هو اللي يعد القوائم المالية. يبقى احنا بنقول في واقع مش مظبوط، نعرف ظبطته ايه عشان نعرف مسؤولياتنا ايه، وانا المفروض هنا اشتغلي ايه واعمل ايه واقدم ايه، وبعد كده اشوف الخرابه واقول لهم بقى ظبطتها ايه. لكن مين المسؤول؟ الاداره الماليه. فحضرتك هنا بس مش هيبقى منشاه فرديه بتشتغل ب 2-3 مليون، فعشان انت مسؤول عن اعداد القوائم الماليه بتاعتها فهتبقى مدير مالي. مدير مالي على مين؟ ما انت بس لازم تفهم مفهوم المدير المالي، اللي هو شريك في المنشأة بيحافظ على ثروة الملاك، عاوز يعظم ثروة الملاك. فمدير مالي يعني في إدارة مالية، يعني في حسابات، في account receivable، في accounts payable، في inventory، يعني كل ده في استثمارات.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وما بعده بقى، فاذا انا محتاج ايه؟ انا مطلوب مني ايه؟ انا برجع لنفس النقطة، انا مطلوب مني ايه؟ خلاص انا مطلوب مني 1 2 3 4. حدد بقى انت هتقدر توصل لده امتى، ودي مش هتقدر تقولها الا لو منشأة جديدة انت رايح عليها. قاعد شهر اوبزرفيشن، بس انا مش قاعد اعطلكم، انا قاعد عشان اعرف انا هبدأ ازاي. ده حتى المراجعة، مراجعة الحسابات بتبدأ بحاجة اسمها خطة المراجعة. بنحط الخطة اللي هنتحرك عليها. انت كذلك كراجل مدير حسابات، كراجل مدير مالي، فانت بمجرد ما تستلم فانت محتاج تحط الخطة اللي انت تبدأ تتحرك عليها، وهتوصل امتى، والموف تايم بتاعك امتى، وهتحقق ايه وايه مستهدفاتك. كون حضرتك بعد كده هتتحمل مسؤوليات مش بتاعتك، فتبقى عارف، بس يعني على الاقل تبقى عارف، عشان لو حصل تقصير فيها تبقى عارف ان هي مش بتاعتك من الاساس. فالصدق مع النفس ده، ان انا اكون عارف فعلا انا مين وعندي ايه ومطلوب مني ايه، واللي باخده ده على قد اللي مطلوب مني ولا اقل ولا اكتر، عندي مساحة ابداعية في المكان اللي انا موجود فيه ولا لا. طب لو ما عنديش مساحة ابداعية، ايه اللي المفروض اعمله دلوقتي؟ اكتئب؟ لا، اطور في المكان اللي انا فيه حتى لو كان غير مقدر، وادور على opportunities بره. يبقى ده مشروع دلوقتي، ده مشروعك. ما هو ما فيش حد هيجي يخبط على الباب يقول لك استاذ سامح احنا عرفنا ان انت شاطر، عرفنا ان انت جامد، بس انت كتوم يا خلبوس، وعرفنا كمان عنك ان انت مفيش مساحة عندك في المنشأة اللي انت فيها، فجبنا لك شغل. ده هيحصل. احنا مستنيين ايه؟ هي هتفرج من عند ربنا سبحانه وتعالى، بس فين خطواتك انت؟ فين الصفا والمروة اللي رحت وجيت ما بينهم 7 مرات في نفس الاتجاه، والرزق جه من حتة تانية؟ طب انت هنا دورك ايه؟ مشروعك يبقى ايه؟ مشروع يبقى البحث عن فرصة. فانت محتاج تدرس علم البحث عن فرصة، ما تستسهلهاش. دي محتاجة بلان. انا سني كام؟ انا باخد كام؟ انا ببحث عن فرصة اخد فيها كام؟ الفرصة دي ممكن اقدم فيها ايه؟ القاها فين؟ باي وسيلة؟ كل دي خطوات انت عاوز تختصرها، فانك دورت على النت، فانك كلمت واحد صاحبك على شغل. ده مشروع محتاج يستقطع له وقت وجهد وطاقة، بس عشان بخطط وضعي ايه وايه الاوبورتيونيتي اللي انا عايز اوصل لها والقاها فين. عشان كده انا دايما بقول لحضرتك ان اهم حاجه تصدق امكانياتك. دي لازم، عشان دي صعبه، دي مش سهله. يعني النفس البشريه كده دايما ايه؟ عاش حياته كلها بيكذب على نفسه، فاكر انه مميز، فاكر انه امين، فاكر انه جيد، فاكر انه محترف، عنده صدق نفسه ان هو كده. فاللي بينفخ نفسه جوه البالونه دي بيبقى من الصعب قوي ان هو يتطور، لانه دايما بيبدا من نقطه اعلى بكتير من النقطه اللي كان المفروض يبدا من عندها. فوت 2 3 خطوات وبيفشل فوق في الخطوات دي، ولما بيفشل خلاص ما سايكل مفرغه بقى بندور فيها. صدق نفسك بقى. افهم يعني ايه صدق نفسك دي. صدق نفسك بقى، صدق امكانياتك. صدقتها بس هل في حد محتاج محاسب شاطر؟ طب هل في حد محتاج رئيس حسابات شاطر؟ انا لا اخجل الا انا في وقت من الاوقات اكتب على الفيسبوك انا حسين عبد الرحمن بأمل في وظيفة رئيس حسابات لشركة تكون متوسطة الحجم، وانا قادر على ان انا اعمل 1 2 3 4 5 6. خلاص، ما انا ما قداميش حيلة.
طب هتكسف؟ لا والله ما هتكسف، عادي عادي. ده انا اكتبها على الفيسبوك واكتبها ستوري على الواتساب وانزل اكلم كل القصي والدني واللي جنبي واللي بعيد، وانزل اكلم كل الناس. انا بدور على فرصه. لكن انت مش هتاخد الباور اللي يخليك تدور على الفرصه دي بمنتهى القوه غير لما تصدق نفسك. بس ما تبقى عارف ان انت هتبيض وش اي حد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في ولا ما فيش؟ في حد عاوز مدير مالي محترف؟ في دلوقتي في والله في. بس هي المشكله تريد اوف، هي مقايضه. انت فاكر انت التطور النشاط الاقتصادي احنا ابتدينا بايه؟ ابتدينا بالاوتاركي، الاكتفاء الذاتي. القبائل كانت تقعد كده تعجن وتخجز. بعد كده كان في ايه؟ المقايضه. القبائل كانت بتقايض بعضها، والمقايضه دي للصعوبات اللي واجهتها فاضطرينا ان يبقى في حاجه اسمها نقود، وسيط في التبادل. الماشيه استخدمت كنقود، التبغ استخدم كنقود، لحد ما وصلنا للنقود المعدنيه، لحد ما وصلنا للنقود بقى في وسيط في التبادل. فما بقاش في صعوبه في التبادل. لكن انت دلوقتي بتواجه الصعوبه دي من صعوبات المقايضه بتاعت زمان. ايه هي؟ ان انت راجل كويس وعندك امكانيات وعندك تطلعات ونفسك تفيد المكان اللي انت هتشتغل فيه. المكان اللي انت هتشتغل فيه ده، الوظيفه دي مواصفاتها 1 2 3 4 5. اذا انت لما تنزل السوق ما تقولش بدور على شغل، هي فرصه. شوف، هي فرصه. ليه بقى؟ لان الفرصه دي صعبه، هي مش سهله فعلا. ده انت عاوز حاجه تطبق عليك، حاجه تطبق. فانت لازم تقابل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته لحد ما تستقر فعلا ان هي دي فرصتك. فانت عاوز حد يعوز اللي عندك، وفي نفس الوقت انت واخد بالك تكون انت عايز اللي عنده. فدي مش سهله ومحتاجه شغل. لكن انا بنصح بيها الناس والله. هي مش سهله بس في نفس الوقت مش صعبه برضه، لو اشتغلنا عليها بس. لو عرفنا ان ده خطه لوحدها والمفروض ان احنا نشتغل عليها ومستنيين نحقق نتائجها. لكن احنا ممكن نكون بنطور في نفسنا، بندرس، بنتعلم، لكن سايبين الموضوع بتاع الفرصه ده يتحقق لوحده. يجي لوحده كده، هيجي لوحده. لا، حضرتك لازم توزع وقتك يوميا ما بين التو بروجكتس دول، استثمارك في نفسك ودراستك وتعليمك، ودايما البحث عن فرصه افضل تبقى حاسس فيها. احنا لو لدى ابن ادم واد من الذهب لتمنى ان يكون لديه ثان. ده طبيعه ابن ادم. ودايما برضو طبيعتنا ان احنا لو عرفنا حدود كبرنا وحدود دخلنا اللي احنا مش هنتخطاها، بنصاب بالاحباط. ان انت خلاص هتكمل حياتك في شركه انت مرتبك هو ده، فانت كل تطلعاتك وخيالاتك بترسمها داخل حدود الملاءه الماليه دي. ففي ناس بتريح وفي ناس لا، بتقول هخترق. فهخترق ده محتاج المشروعين دول اللي احنا نتحرك فيهم يوميا. شوف بقى كل ده انا برد على ايه؟ على حته ازاي انا ما امسكش سجل الاصول الثابته من اول ما استلم الوظيفه بتاعتي. ليه؟ انا بشوف ان دايما الرقم والتحركات بتاعت الاصول الثابته اقل اهميه نسبيه من البنود بتاعت راس المال العامل، الاصول المتداوله والالتزامات المتداوله. ولما نوصل بقى ربنا يسهل. طب يا فندم، الاصول الثابته المفروض تتسجل بايه؟ قلنا بالتكلفه. يعني احنا قلنا امبارح بالتكلفه، والمفروض ان التكلفه دي هي قيمه الشراء مضافا اليها كافه المصروفات الى ان يكون معدل للاستخدام الاصل. طب انا رحت على منشاه ما لقيتش فيها، ده بيقولوا لي الاصول دي بقى لها 5 سنين ودي 3 سنين. طب كانت متسجله؟ لا. طب كان في سجل اصول؟ لا. طب هنا انت هتقول لهم فين الفواتير بتاعتها؟ يعني في وقت زي ده انت هتقول لهم فين الفواتير بتاعتها؟ وبعدين خد بالك في فرق كبير جدا
ما بين ان حضرتك راجل بتعمل ميزانيه، انا اسف يعني، للضرايب او للبنك او لاي جهه، وبتعمل ميزانيه حقيقيه للواقع اللي انت موجود فيه عشان تقدر تقوم عليه تحليلات وتقيس الاوضاع. يعني انا مش ملتزم خالص كرجل مالي براس المال اللي موجود في السجل التجاري ابو 100,000 جنيه ده بس شويه الاصول مرميه على الارض معديه ل 20 30 مليون. فراس مالي ايه اللي ب 100,000 جنيه ده؟ انا مش ملتزم كرجل مالي ان السجل التجاري موجود فيه سنجل بروبريتور شيب، ملكيه منفرده. انا ليا اللي بالفعل المنشاه دي بتاعت احمد وابوه وسامح وخالد، ده فيها 4 انفار. فالناس دي بتطلع على الحسابات بتاعتي اللي هتتوزع ما بينهم الانصبه والارباح. فانا ما اجيش هنا اقول لا هي ملكيه منفرده وهي. فحاول تفصل نفسك كرجل مالي وقت اعداد القوائم الماليه. انت فعلا انت الهدف ايه من اعداد القوائم؟ الهدف فعلا الصدق، ان احنا نصدق. الهدف فعلا اللي احنا نقوم تحليلات حقيقيه نعتمد عليها، ولا الهدف قفل يا عم الحاج؟ ولا الهدف هات الراس المال بتاع السجل التجاري وزع عليه شويه اصول عشان نرفع على هيئه الاستثمار، عشان نودي للبنك، عشان نودي لمصلحه الضرايب؟ ما هو ايه الهدف؟ الهدف بتاع يعني ايه تجميع الحسابات ده او تكوين القوائم الماليه الغير حقيقيه ده مش هدفنا هنا، لان ده بيعمله اي حد بالورقه. في مكاتب بيشتغل بالورقه، اعمل لي ميزانيه ب 1000 جنيه، عايز تكتب فيها ايه؟ والله انا شفت ده بعيني. عايز راس المال عندك كام؟ 500,000. النقديه بكام؟ 300,000. ويعملوا ميزانيه هات 1000 جنيه. احنا مش بتوع ده بقى، مع احترامي للناس اللي بتعمل كده لاي غرض ايا كان الغرض، لكن احنا مش بتوع ده. احنا ناس جايين فعلا نقيس الواقع. طب اعمل ايه انا في حاله زي كده؟ انا في حاله زي كده هحتاج جرد مادي للاصول الثابته بالكامل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هحتاج جرد مادي للاصول الثابته بالكامل كوحدات، واقسمها واصنفها الاول وارتبها. عندي حاجات مشتراه حديثا ليها فواتير، اذا انا هحط التكلفه بتاعتها. عندي حاجات فانا هطلب تقييم، وزي قلت لك لو موجود مجموعه من الشركاء يبقى الشركاء كلها تمضي على التقييم ده. ونجمع. طب استنى، اصل ده لسه مشترينه من 3 شهور، طب ده مجمع اهلاكه ايه؟ خلاص بقى احنا بنقيس اللي على الارض دلوقتي، فاحنا مبتدئين بقيم جديده. خلاص قست وجمعت، خلاص 100 مليون كانوا. هتهلك على قد ايه؟ انا قلت لك طبعا الواقع 10 سنين، اوكي، يبقى كل سنه ب 10 مليون. كل سنه ب 10 مليون، او كل شهر ب 800,000 او ب 600,000 او ب 400,000. خلاص لحد بقى ما نوصل لرفاهيه تصنيف سجل الاصول الثابته، الاصناف السليمه، كل حاجه محطوطه في مكانها، وخلاص المنشاه كلها اتظبطت والدنيا كلها. ابقى ساعتها بقى اشوف هي ايه معدلات الاهلاك اللي تتناسب مع طبيعه النشاط وطبيعه الاصول اللي عندي، عشان ابدا احطها وابدا اعمل بيها السجل بتاع الاصول الثابته، ويبدا يبقى عندي تاريخ بقى للاصول الثابته عشان اشوف وقت الاستهلاك الدفتري او وقت البيع والاستغناء. من النقاط المهمه جدا اللي احنا المفروض برضو نكون على درايه بيها، بس دي برضو حته بيعرفها واحد بيقبض فوق ال 25,000 جنيه، هي الفرق بين الربح المحاسبي والربح الضريبي. انا درستها وتعلمتها وحبيتها وحفظتها وما شفتهاش. والله ما شفتها، ممكن عشان لسه صغير. يعني انا كنت اثناء الدراسه الفرق بين الربح المحاسبي والربح الضريبي والاهلاك المحاسبي والاهلاك الضريبي، انا حسيت ان الموضوع فعلا جلل، ان لا يجوز وتهرب ضريبي، وان لو حصل ويتم اضافه ويتم خصم ويجب تعديل الربح ويجب. لما خرجت واحتكيت بالواقع انا ما لقيتش ده. بس ده مش معناه ان اللي احنا بنتعلمه مش بيتطبق بره. احنا خلاص اتفقنا بقى اللي بره هو اللي مش واقع سليم عشان نطبق عليه العلم. فايه اللي بيحصل؟ ودي يابا ارفع الاقرار، حط الضريبه يا راجل. ده انا برضو بعيني شفت محاسبين قانونيين بيقولوا للعميل انت عايز تدفع ضريبه دخل كام؟ يعني هو بيقول له انت عايز تدفع ضريبه دخل كام؟ ده طبعا قبل الحوكمه الالكترونيه. عايز تدفع ضريبه دخل كام؟
ويظبط له الاقرار بتاعه بناء على ذلك. وحتى في ظل الحوكمه الالكترونيه الموضوع برضو، لكن المعلومات اللي احنا نفهم حقيقتها واصلها ايه، هو ده الثقه بالنفس. حضرتك انت عارف ايه الاصل؟ ماده 25 ماده 26 ماده 27 في القانون الضريبي، قانون سنه 2091 لسنه 2005. القانون ده يا جماعه انا كقانون ضريبه الدخل، انا كقانون ضريبه الدخل، الضريبه هي استقطاع من الربح مش تكليف على الايراد. يا ريت تفهم الحته دي كويس. الضريبه هي استقطاع من الربح وليس تكليف على الايراد. يعني الضريبه مش مصروف، ضريبه الدخل ليست مصروفا. ضريبه الدخل تستقطع من الارباح، يعني نصيب الدوله، كأن الدوله شركتنا. كسبنا الدوله تاخد 20% والشريك ياخد ده 30% من الباقي وده ياخد 40% من الباقي، فهي الدوله شركتنا. اذا الضريبه لا تعتبر مصروف، الضريبه تعتبر استقطاعا وتوزيعا للربح وليس تكليفا عليه، ليس تكليفا على الايراد. وبناء عليه مصلحه الضرائب لما بتيجي تعاملني عشان تاخد مني الضريبه، فبتقول لي تعالى حبيب قلبي، انت ايراداتك بكام؟ الله يرضى عليك اسمعني في الحته الحلوه دي، والله العظيم اقول لك حته حلوه. انت ايراداتك بكام؟ انت مصروفاتك بكام؟ انت ايراداتك بكام؟ انت مصروفاتك بكام؟ وانا هفترض معاكم ان الناس دي ناس محترمه ممسكه الحسابات منتظمه، فقاموا جايبين الايرادات وجايبين المصروفات. احنا هنعمل ايه؟ احنا هناخد الايرادات نطرحها ناقص المصروفات، نطلع الربح نضربه في نسبه الضريبه، نورد ضريبه الدخل، بس كده. هو ده اللي المفروض يحصل. هنا طبعا احنا مفترضين منتهى حسن النيه، كله صادق. هات ايرادات، هات مصروفات، اطرح، طلع ربح، اضرب في النسبه. لكن حتى لو الناس دي صادقه وممسكه لحسابات منتظمه، فهي ممسكه لحسابات منتظمه وفقا لايه؟ المبادئ المحاسبيه ولا التعليمات الضريبيه؟ رد انت عليا بقى. هي فعلا صادقه وهي فعلا بتسجل كل حاجه مظبوط. طب بتسجل كل حاجه مظبوط وفقا لايه؟ تاني انا باكد عليك اهو، ها، وفقا للمبادئ المحاسبيه ولا التعليمات الضريبيه؟ هنا حضرتك ترد عليا تقول لي ايه ده؟ هو مش واحد؟ لا مش واحد. في مصاريف المحاسبه تقول عليها مصاريف، الضرايب لا، ما تعتمدهاش، فبالتالي تضاف لصافي الربح. فاهم؟ فاهم؟ تضاف لصافي الربح. يعني لو جات لي من ضمن المصاريف انا كمأمور ضرايب وموجوده ضمن المصروفات، هقول ايه يا جماعه؟ ردها لصافي الربح. العلاقه عكسيه ما بين المصروف والربح. انت عايز تقول لي ايه؟ لا ده احنا المفروض نشيلها من المصاريف. طب ما احنا اللي هنشيلها من المصاريف يعني هنضيفها لصافي الربح، يعني هنضيفها لصافي الربح. في ايرادات بتعتبرها المحاسبه ايرادات والضرايب لا، والعكس. يعني مصلحه الضرايب ممكن تعتبر بند ما مصروف، المحاسبه ما تعتبروش مصروف، وكذلك في الايراد. وده السبب الرئيسي اللي بيخلي فيه فروق، اما كانت فروق مؤقته او فروق دائمه، اللي بيخلي فيه فروق بين صافي الربح المحاسبي وصافي الربح الضريبي. ومن احد اهم هذه الفروقات هو الاهلاك. الاهلاك ليه بقى يا فندم؟ الطبيعي لو احنا متخيلين السيناريو، مأمور الضرايب قاعد، جاله الراجل المدير المالي بيعرض عليه القوائم، والمفروض اللي احنا هناخد الايه؟ الضريبه. اول حاجه المفروض بيعملها ايه المأمور الضرايب؟ هيرد الاهلاك كله لصافي الربح. يعني ايه؟ كل الاهلاك المحاسبه هياخده يضيفه لصافي الربح. تاني، هيقول له الاهلاك بكام؟ هيقول له ب 3 مليون. ربحك بكام؟ ب 20 مليون. لا، ربحك ب 23 مليون. يعني احنا هناخد الضريبه على الكام؟ على 23 مليون. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ احنا هنا اتعاملنا مع الربح المحاسبي ولغينا اثره، فبالتالي اعتبرنا ان المنشأة تيل ناو ما احتسبتش اهلاك. فاهمني ولا مش فاهمني؟ خلاص كده؟ ونرجع بقى نقول من اول وجديد بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلاك الضريبي، ونحسب الاهلاك الضريبي من اول وجديد على السجل بتاع الاصول. المفروض في محاسب بتاع ضرايب اساسا دلوقتي في المنشآت اللي بالحجم ده، هو بيقوم بالموضوع ده خلاص. لكن انا بقول لك فرضا، او هو هيعمل ايه؟ هيضيف الاهلاك المحاسبي كله لصافي الربح، يبقى كده لغى اثره
وهيرجع يحسب الاهلاك الضريبي. اللهم صل وسلم وبارك على النبي. كام واحد قافل الكاميرا يا جماعه؟ احنا اساسا يا جماعه في الجروب ده كام؟ 130 باين؟ 130 كده، 1 2 3 4 4 في 5 ب 20 20 و35 55 واحد، و100 واحد مش حاضرين. يعني انا لو جروبي يبقى 10 بس بيحضر 10 بانضباط وبانتظام، ما عشان كده انا مش هسجل محاضرات، معلش انا اسف والله العظيم. 100 مش حاضرين واكتر من 60% من الناس قافله الكاميرا. طب انا اكلم مين؟ بجد والله العظيم انا هكلم مين يا اخي؟ احنا موجودين معاك يا دكتور. انت على راسي والله العظيم، انت على راسي. بنرجع المحاضرات تاني يا دكتور لما تسجل. قول ايه؟ بنرجع المحاضرة بعد ما تسجل بعد كده. ما هي المحاضرة اللي بتتسجل دي الناس لما تعرف انها ما بتتسجلش الحضور هيبقى افضل، فالاداء هيبقى احسن، انا يهمني مصلحتك. التعليم عملية تفاعلية. انا لما مش هتلاقيه فيديو انا منزله على صفحتي بكلم فيه الكاميرا، ما بعرفش. انا لازم اكلم ناس واكون مقتنع ان الناس فعلا مقدرة اهمية الكلام اللي بيتقال. اقفل بقى الصوت يا سيدي الناس، الله يرضى عليك يا اخي والله. قال لك ايه يا فندم؟ قال لك هنعمل الاهلاك الضريبي، هنحسب بقى من اول وجديد الاهلاك الضريبي. ماده 25 من قانون 91 لسنه 2005 قسمت الاصول اللي موجوده في المنشاه لفئات. قسمتها لايه؟ لفئات. من خلال فهمك لفلسفه الاهلاك الضريبي هتستوعب الاهلاك كله اساسا. حته امتى بقى الطريقه دي وامتى دي وعلى الغلط هنا ده كلام فاضي، ده كلام فاضي. لكن انا عايز افهم الكونسبت بشكل عام. هل الاهلاك يعتبر من التكاليف واجبه الخصم وفقا لمصلحه الضرائب؟ طبعا الاهلاك يعتبر من التكاليف واجبه الخصم، ولكن الاهلاك الضريبي وليس الاهلاك المحاسبي. فبالتالي انا لما بستلم قوائم فيها اهلاك محاسبي بضيفه لصافي الربح، بلغي اثره، وبعد كده ارجع احسب الاهلاك الضريبي تاني من اول وجديد. ماده 25 من قانون 91 لسنه 2005 قسمت كل الاصول بتاعه المنشاه المجموعه من الفئات. اول تقسيم كان فئتين كبار، فئه اولى وفئه ثانيه. الله يرضيك اسمع. الفئه الاولى يحسب لها اهلاك وفقا لطريقه القسط الثابت وبنسبه المده. الفئه الاولى يحسب لها اهلاك وفقا لطريقه القسط الثابت وبنسبه المده. طب الفئه الثانيه قال لك يحسب لها اهلاك وفقا لاساس الاهلاك، قسط متناقص. انا هخلص لك ماده كبيره من القانون في كلمتين الله يبارك لك استوعبهم. بص اهو الماده حضنت كل الاصول، انت يمين انت شمال، انت يمين انت شمال. كم فئه؟ فئتين. الفئه الاولى قسط ثابت بنسبه المده، والفئه الثانيه قسط متناقص اساس اهلاك. قسط متناقص اساس اهلاك. استقرار يا جماعه الله يرضيكم، استقرار. يعني ايه الفئه الاولى قسط ثابت بنسبه المده؟ قال لك فرضا لو الاصل ده قلت لك ان نسبه اهلاكه 10% سنويا، خلاص؟ فالاصل ده بكام؟ ب 100,000. قال لي كل سنه هتاخد ال 10% تضربها في ال 100,000 كل سنه. استقرار يا جماعه. كل سنه هتاخد ال 10% ب 100,000. يدينا 10,000، يبقى اهلاك السنه 10,000، اللي بعديها 10,000، اللي بعديها 10,000. طب بنسبه المده يعني ايه؟ قال لي يعني انت لو جبت الاصل ده في 1/7، اسمع استقرار يا جماعه. لو انت جبت الاصل ده في 1/7 يبقى انت هتضرب فيه ال 10%، بس هتضرب فيه 6 على 12، فدي معنى كلمه ايه؟ نسبه المده. هو الاصل كان موجود عندك مده قد ايه؟ استنى عشان هتتفاجئ. يبقى الفئه الاولى
اصل انا ببقى مركز مع 2 3 منكم، انت واخد بالك؟ ف2 3 يخرجوا 2 3 يخرجوا، فلاقي دول جم هنا ودول جم هنا ودول جم هنا. انا اتغير مكاني؟ انا اتغير صوتي؟ انا اتغيرت شاشتي؟ انا قفلت الشاشه؟ انا فتحت الشاشه؟ انا زاولتك؟ بتزاولنا ليه يا اخي؟ انت جاي تزاولنا ليه؟ ما تسيبنا يا اخي ناس حضاريين مع بعضينا. الله يرضيك. يعني الاسبوع كله انت مش مستحمل الساعتين دول؟ امال هتنجح ازاي يا جدع؟ بجد والله العظيم. السيد الفاضل اخويا الكبير حبيبي اللي قافل الكاميرا ونايم على السرير وعامل موبايل كده، انت اتعلم ايه؟ انت اتعلم ايه؟ مفيش فيهاش علام، دي مش فيهاش علام والله. الفئة التانية قسط متناقص، ربنا يقدرني اني اعرف اوصل لك المعلومة دي. الفئة التانية قال لك ايه؟ قسط متناقص اساس اهلاك. الفئة دي قال لك ايه؟ قسط ثابت بنسبة المدة. استاذ القلم، السيارات، الآلة الحاسبة، المكتب، الطيارات، العقارات، كله في فئتين. طب هزنقك ايه؟ شهرة المحل في الفئتين. براءات الاختراع، العلامات التجارية في الفئتين. المباني، التجهيزات، السفن، الطائرات، المعدات، الآلات، الماكينات، السيارات، الأجهزة، التكييفات، كله في فئتين. السوفت وير، الهاردوير، كل كاميرات، كله في فئتين. فاحنا حاضنين الاصول اهو. خلاص كده؟ يبقى على طول اول ما يجي الاصل في دماغي اصنفه هو موجود في انهي فئه مبدئيا. في فئتين. خلاص؟ خلاص. الفئه الاولى كلها قسط ثابت بنسبه المده. هل في مانع لو عندنا في المنشاه طبقنا الاهلاك الضريبي بدل الاهلاك المحاسبي؟ لا. مفيش مانع. هل هنبقى مخالفين لا. عادي. مفيش مشكله. كده كده الاصول هيتم استهلاكها سواء على مده 3 سنين، 5 سنين، 10 سنين، فكده كده تكلفه الاصول هتتوزع وفقا لفلسفه معينه على سنوات الاستفاده. طب الفئه الثانيه قال لك قسط متناقص اساس اهلاكك. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي لو القلم ده نسبه الاهلاك بتاعته على سبيل المثال 20%، في الفئه دي هو بكام؟ قلت له ب100,000. قال لي اول سنه هتاخد ال100,000 تضربها في 20% فتطلع اهلاك السنه، يبقى بكام؟ ب20,000. تاني سنه هتبقى 20% بس في ال80,000، طلعت ب16,000. انت فاهم حاجه؟ تالت سنه، رابع سنه، ايه هو اساس الاهلاك لحد دلوقتي؟ بس شماع، ايه هو اساس الاهلاك ده؟ قال لك اساس الاهلاك اللي هو رصيد الاصل اول الفتره ناقص مجمع اهلاكه. فالنسبه هنا بتتضرب في رصيد متناقص كل سنه. انت معايا ولا مش معايا؟ ها؟ معايا؟ يبقى هنا اسمها قسط متناقص، انما هنا اسمها قسط ثابت. واللي خلى الفلاسفه التشريعيين والضريبيين يصنفوا الاصول التصنيفه دي يبقى اكيد لهدف، اكيد راجع لطبيعه استخدام، راجع لطبيعه تقادم. فهنا في خبراء قعدوا شافوا طبيعه الاستخدام وطبيعه التقادم بتاعت كل اصل وحطوه في الفئه بتاعته. فانا في الاول اهو انا بقول لك اهو، يا اما فئه اولى قسط ثابت بنسبه المده، يا اما فئه ثانيه قسط متناقص اساس اهلاك. انت دلوقتي عندك الشغف انك تعرف مين هنا ومين هنا، ده بخلاف ان عندك الترقب. هو انت هتفهمها ولا لا؟ ايوه هتفهمها ونخلص منها كلها. خلصنا الاهلاك خلاص. قال لك الفئه الاولى دي مقسومه فئتين، واحده 5%، واحده 10%. الفئه الثانيه دي مقسومه فئتين، واحده 50% وواحده 25%. دي كل نسب الاهلاك المعتمده ضريبيا: 5%، 10%، 50%، 25%. مفيش نسبه تاني في القانون غير الاهلاك المعجل اللي هنتكلم عليه دلوقتي.
بس. الإهلاك الضريبي يا 5%، يا 10%، يا 50%، يا 25%. 25. ال5% وال10% في الفئة الأولى، صح كده؟ الفئة الأولى دي اللي هي قسط ثابت وبنسبة المدة. طب الفئة الأولى في الفئة الأولى اللي هي ال5%، قال لك مباني وتجهيزات وتركيبات وسفن وطائرات. على سبيل الحصر، مباني وتجهيزات وتركيبات وسفن وطائرات. مباني وتجهيزات وتركيبات وسفن وطائرات. 5% قسط ثابت بنسبة المدة. 5% على الفاتورة. 5% ثابت كل سنة على التكلفة الاستحواذية الثابتة. يديني مصروف الإهلاك اللي هسجله من حساب مصروف الإهلاك إلى حساب مجمع الإهلاك. أستاذ التركيبات ولا على كل الاصل مضاف اليه كل المصروفات اللي هي التشغيل؟ على التكلفة يا مستر أحمد، على التكلفة. حتى لو أنا سقطت مني سهوا فأنت فاهم، إحنا قفلنا النقطة دي على التكلفة الاستحواذية. على التكلفة الاستحواذية معايا؟ تمام. يعني أنت اشتريت أرض، الأرض عليها بردنز، عليها أوساخ وعليها حاجات مهدودة، أنت واخد بالك؟ فأنت اشتريت الأرض بكام؟ ب 10 مليون، يلا سريعا أهو بس بفكروني أنا كنت بقول إيه. اشتريت الأرض ب 10 مليون، خلاص؟ جبت أوناش وبتاع عشان تزيل البردنز اللي موجودة على الأرض، خدت مليون. عملت سور حوالين الأرض لحين الاستخدام، خد مليون. سجلت الأرض، خد مليون. يبقى كده الأرض لما تتسجل عندي تتسجل بكام؟ ب 13 مليون. ب 13 مليون، كله عليها. كله عليها. بالإضافة كمان السيد الأستاذ الفاضل اللي كان بيسألني على فوائد التمويل لو أنا اشتريت أصل بقرض. قولا واحد، احنا في مصر، أنا بجيب من الآخر أهو. اشتريت الأصل بقرض على أن يتم سداد القرض وفوائده بعد الاستخدام أور قبل الاستخدام. ها؟ قبل الاستخدام ولا بعد الاستخدام؟ قال لي لا، بعد الاستخدام. الفوائد مصروف لا يرسمل، يحمل على قائمة الدخل. إنما أنا لو عندي مشروع تحت التنفيذ وعشان أكمل فيه محتاج قرض، محتاج سيولة، فرحت خدت قرض من البنك. القرض ده بدفع اقساطه وبدفع فوائدها قبل الاستخدام ولا بعد الاستخدام؟ ها؟ قبل الاستخدام تراس مال. بص الموضوع واصل لدرجة ايه؟ يا راجل ده انا مش مقتنع. انا مش مقتنع. ليه الفوائد تراس مال؟ ما لو كانت الفلوس موجودة كنا ساعتها ضخناها. هم مشكلتهم هم. كده انا شايف بالنسبه لي ان الاصل ده هيبقى اوفر برايزد ومتكلف اكبر من تكلفته بمقدار الفوائد التمويليه. لكن المعايير بتقول واحنا بنمشي. قال لك قبل الاستخدام ولا بعد الاستخدام؟ قبل الاستخدام يرسم، بعد الاستخدام مصروفات جاريه اراديه تحمل على قائمه الدخل. اذا ده هنا وضح الاهميه بالنسبه له لخطوره نقطه الاستحواذ او نقطه الاستخدام او نقطه الاستفاده من الاصل. يبقى لحد ما انا هبدا استفيد من الاصل ده وقف عليا بكام؟ احنا قلنا حتى لو انا استوردت اصل من بره، تكلفه شرائه بنقله بشحنه بجماركه بتامينه، كل المصاريف دي انا ممكن اكتبها على طول من حساب الاصل، ما اكتبش من حساب رسوم جمركيه، اكتب من حساب الالات على طول. ها؟ طب يا فندم صرفت مصروفات بنكيه من حساب الالات. مصروف فتح اعتماد عشان استورد من بره من حساب الالات. دفعت تامين من حساب الالات. نقلته لحد المصنع من حساب الالات. عملت إعادة تهيئة للمكان بتاع الأصل وركبته من حساب الآلات. جبت خبير أجنبي من بره عشان يدرب العمال اللي عندي على تشغيل الأصل من حساب الآلات. العمال اللي عندي أخدوا وقت في التدريب، دفعت لهم أجور أثناء التدريب من حساب الآلات. طب أقول لك بقى، أنتجنا إنتاج بايظ عشان كنا بنجرب الآلة دي بتشتغل كويس ولا لا؟ ففي الأول كانت بتطلع إنتاج بايظ من حساب خسارة. لا، من حساب الآلات. شفت بقى الموضوع وصل لدرجة إيه؟ كافة المصروفات إلى أن يكون مؤهلا للاستخدام الاقتصادي.
يعني ايه الاستخدام الاقتصادي؟ يعني خلاص دخل في العمليه الاستثماريه، شغال وبيبيع وبينتج وبيديني واقدر احسب له عوايد. فحضرتك تاني بنأكد اهو ان كافه نسب الاهلاك بيتم احتسابها على التكلفه، الكوست واللي هي عباره عن قيمه شراء الاصل مضافا اليه كافه المصروفات الى ان يكون معدل الاستخدام. انا كنت بقول ايه بقى؟ 5% يا دكتور. يس. الله بيحسب مباني 5% بتاعت دكتور. مباني وتجهيزات وتركيبات وسفن وطيارات. سهله اهي. يبقى اي واحده من دول يوم ما اتثبت بكام؟ بمليون، في 5% في 5% في 5% في 5% في 5% في 5%. التركيبات اللي احنا ركبناها عندنا وعملنا تند وعملنا تركيبات حديديه في 5%. بس استنى فاكر امبارح قلنا ايه؟ لو معموله على ملك الغير يبقى الموضوع مختلف. هنحسب لها هنا قيمه تخريديه وهنهلك على سنوات العقد، لان انا بعد سنوات العقد ما تخلص يبقى انا بتكلم هنا على تجهيزات وتوضيبات، تجهيزات وتركيبات. احنا عملناها فين يا جماعه؟ عملناها في ملكنا احنا 5% بنسبه المده. الراجل قال لك الشهره والاصول المعنويه، الشهره والاصول الغير ملموسه 10% بنسبه المده. بس من تكلفه ايه؟ من تكلفه الشراء او التجديد او التطوير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما تجيش تقول لي الله انا المحل بتاعي مشهور قوي، انا هزود الميزانيه بشهره مليون، يلا احسبوا لها اهلاك. مفيش كلام من ده. مفيش كلام من ده. حضرتك الشهره اللي هتتهلك يجب ان تكون ايه؟ مشتراه. يجب ان تكون مشتراه. يعني ايه شهره مشتراه؟ يعني واخدين فرانشايز دافعين له مبلغ، واخدين فرع واخدين مارك دافعين لها مبلغ، او يا فندم صرفنا عليها في الديفلوبمنت في الشهره دي، عملنا خطه استثماريه دعائيه تسويقيه برمجيه اللي احنا نخترع براند بشكل ما. فهنا يا فندم ده تكلفه تطوير انت دفعت. انما الشهره المكونه ذاتيا لا يحسب لها اهلاك. الشهره اللي انت شايفها ده انا مشهور لا يحسب لها اهلاك. طب هنا يا فندم الشهره والاصول المعنويه كام؟ 10% بنسبه المده. طبعا احنا عندنا الاراضي والمجوهرات والتحف الفنيه، الكلام ده لا يستهلك. الاراضي لا تستهلك. الاراضي لا تنزع من قيمه العقارات قبل احتساب الاهلاك بنسبه 5% للمباني. ليه يا فندم؟ عشان من الشائع ان الاراضي لا تستهلك الا بقى في المايننج انتربرايزز، لما تكون انت الهدف من الاستحواذ هو باطن الارض فالبير خلص فاستهلكته. لكن انت هنا حضرتك بتستغل سطح الارض، وسطح الارض هيستهلك في ايه؟ بخلاف ان المباني دي قيمتها المفروض الاراضي دي قيمتها كل شويه بيحصل لها ايه؟ بتزيد. هل في حالات نادره ممكن يتحسب اهلاك للاراضي؟ ايوه. طب لو الارض جنب بحر مثلا ولا حاجه؟ لو ايه؟ لو الارض جنب بحر مثلا. هل في حالات نادره نقدر نحسب فيها اهلاك للاراضي؟ ايوه. حالات الكوارث الطبيعيه. يعني خلاص بقى انت ايه زي ما بيقول لك كده، احنا المحل بتاعنا على كورنيش اسكندريه واحنا عارفين ان البحر بيمد علينا كل سنه 10 سم. انت واخد بالك؟ فكده كده المحل ده يعني ايه؟ لا قدر الله وارد يغرق. فهنا في الحالات النادره جدا دي ان شاء الله باذن الله مش هنشوفها كلنا ان شاء الله، في حرب، في كارثه، في فيضان، في فالاراضي هنا ممكن نعمل لها تخفيض لقيمتها او ممكن نحتسب لها اهلاك. لكن دي حالات غير وارده. حضرتك يوم ما تشتغل في شركه بالمنظر ده هتكون بتاخد مليون جنيه في الشهر، فمش هتبقى تخصصك الحته دي، مش اللي هيحسبوا اهلاك للاراضي. 10% و5% الاصول المعنويه، المجوهرات واللوح الفنيه والاثارات والاراضي لا يحسب لها اهلاك. طب احنا هنا خلصنا خلاص. فاحنا بقى واحنا بنحسب الاهلاك الضريبي قمنا مجمعين كل المباني وكل التجهيزات وكل التركيبات كلها، جمعناها كلها، والطائرات والسفن جمعناها كلها وضربناها في 5%. مش كل واحد لوحده، فئه. جدول الضرايب بتاعي تحت حساب الاهلاك الضريبي بيبقى بالفئات، هم 4 فئات، فاهم؟ ففئه. فقمنا مجمعين دي كلها باكج وضربناها في 5%. جمعنا كل الاصول الغير ملموسه وضربنا في 10%. خلصنا، فطلعنا قيمه وطلعنا قيمه. هنا بقى يا فندم كام فئه؟ فئتين. قلت لك فئه 50% وفئه كام؟ 25%. اساس اهلاك قسط متناقص.
ايه الفئه ال 50%؟ اي حاجه ليها علاقه بالهاردوير او السوفت وير. يعني اجهزه كمبيوتر، برمجيات. انت واخد بالك؟ في صوت عند حد يا جماعه، الله يرضيكم، عند استاذ خالد تقريبا. استاذ خالد علي، ايوه تقريبا في رحتي. في حنفيه مفتوحه يا جماعه. طب عند حد؟ طيب سامعين الصوت ده؟ اهو ماشي ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. 50% اي حاجه ليها علاقه. جبنا اجهزه كمبيوتر، يعني احنا لو اشترينا اجهزه كمبيوتر بمليون جنيه للشركه اول سنه يبقى الاهلاك بتاعها 500,000. طب تاني سنه هيبقى الاهلاك بتاعها كام؟ 250. لان اساس الاهلاك هيبقى في نهايه السنه 500,000. مش احنا جبنا بمليون؟ انت واخد بالك؟ طب اول سنه اهلاكها بكام؟ ب 50%. فقمنا واخدين المليون ضاربين في 50%، فطلعنا اهلاك اول سنه ب 500,000. طب اهلاك تاني سنه هناخد رصيد اساس الاهلاك اول الفتره اللي هو كان بكام بقى؟ ب 500,000. ما هو كان بمليون واتخفض ب 500، فهناخد ال 500,000 نضربها في كام يا جماعه؟ ده لو مفيش اضافات ولو مفيش استبعادات. لو مفيش اضافات ولو مفيش استبعادات نضربها في كام؟ في 50%، فتطلع بكام؟ ب 250,000. قسط متناقص. انت واخد بالك؟ ها؟ وكذلك برضو السنه اللي بعديها 50% في 125,000 قسط متناقص، وهكذا وهكذا وهكذا. طب ليه الفلسفه هنا؟ الفلسفه هنا قال لك المباني او التجهيزات او التركيبات، انت واخد بالك ان احنا كمنشاه هنحقق منها نفس طبيعه الاستفاده كل سنه. انت فاهم قصدي ايه؟ هي نفس الاستفاده بتاعت المبنى، احنا موجودين في المكتب. هي نفس الاستفاده ونفس طبيعه الاستخدام. اذا من المنطق ان هي تبقى قسط ثابت على سنوات الاستفاده، عداله. انما لما نجيب اجهزه كمبيوتر، انت واخد بالك، بناخد منها وش القفص في اول سنه، وبعد كده الصيانات اساسا بتاعت اجهزه الكمبيوتر والابديتس واللي بترتفع تكلفته. ها؟ والمعلومات وحمايه المعلومات بترتفع تكلفتها في السنه الثانيه، في السنه الثالثه، في السنه الرابعه. فبالتالي يا جماعه احنا بناخد منها وش القفص في الاول، فتبقى قسط متناقص. اي حاجه لم تذكر 25%. ما تسالنيش بقى، ما تسالنيش. اي حاجه لم تذكر على وجه التحديد، على وجه التحديد 25%. اي حاجه تخطر على بالك، سيارات، تكييفات، آلات، معدات، ادوات، ايا كان، كل الباقي عندي في المنشأة 25% قسط متناقص. فجبنا عندنا ايه؟ عندنا اجهزه تكييف. جبنا اجهزه تكييف ب 100,000. يلا اول سنه لو جبنا اجهزه التكييف دي يوم 1/12، يوم 1/12 سنه 2025. امتى؟ تاني سمعني. يوم 1/12/2025. وجايين بنعمل الاقرار الضريبي 31/12 مثلا. انا بديك مثال. اهلاك ال 100,000 دي يبقى كام؟ 100,000 في 25% كامله يدينا 25,000. الاجهزه بتاعت الكمبيوتر اللي جبناها بمليون جبناها يوم 28/12 قبل نهايه السنه ب3 ايام. ال3 ايام دول ياخدوا اهلاك نص مليون. الثلاث ايام دول ياخدوا اهلاك نص مليون. انت واخد بالك ان هنا مفيش حاجه اسمها نسبه المده؟ احنا هنا قلنا ايه؟ قسط ثابت بنسبه المده. فاهم؟ لكن هنا مفيش الكلام ده، في النسبه على طول. لان احنا بنعمل ايه؟ بناخد اساس الاهلاك اول السنه، نحط عليه اضافات اشتريناها على مدار السنه، ونشيل منه استبعادات اتشالت او بعناها او تخلصنا منها على مدار السنه، فنوصل لاساس الاهلاك نهايه السنه. فممكن يكون اساس الاهلاك نهايه السنه ده بعد الاضافات تكون حاجه متضافه له قبلها بيوم، ماليش دعوه، هاخده اضربه في 25%. يبقى دي 50% اجهزه حاسب وبرمجيات، ودي 25% باقي اصول المنشاه. احنا هنستثني من الفئات دي كلها الآلات والمعدات في مادة 27 من نفس القانون. الآلات والمعدات هنستثنيها. ليه يا فندم؟ قال لي كده يا فندم، مادة 27 بتقول إن لو حضرتك استحوذت على آلات هتستخدمها عندك في النشاط لأول مرة، سواء كانت الآلات دي جديدة سواء كانت مستعملة بس أنت لسه جايبها، ها؟
يحسب لها إهلاك أول سنة إهلاك 30% إهلاك إضافي أو إهلاك معجل قبل الإهلاك العادي. ده في الإهلاك الضريبي. أنا تهت منك. يعني لو جبنا يوم 1/12/2025 آلات بمليون جنيه، الإهلاك بتاعها هيبقى كام؟ قال لك أول حاجة هنضرب في 30%، ناخد إهلاك معجل، ده قيمته بكام؟ ب 300,000. وبعد كده يتبقى كام؟ 700,000. نقوم واخدين ال 700,000 دول ضربينهم في ال 25%. انتوا معايا؟ ال 700,000 نضربهم في ال 25% فيدينا 175,000. يبقى كده إهلاك الآلات في الشهر ده أو أول سنة كام يا جماعة؟ 475,000 جنيه. 475,000 جنيه إهلاك أول سنة، ده معتمد ضريبيا. يعني أنا أجيب آلات يوم 28/12 بمليون جنيه أو مسقط منها مصروف إهلاك نصهم ومصلحة الضرايب تعتمد. هنا فلسفة المشرع كانت إيه؟ الموضوع مش قايم بس على الاستخدام بس أو على التقادم، ما احنا عارفين إنها جديدة، عارفين إن أنت لسه ما استخدمتهاش، أو عارفين إن أنت حتى لو استخدمتها أنت ما استخدمتهاش بنفس كفاءة أو بنفس القيمة اللي أنت محمل بيها إهلاك. أمال إيه يا قانون؟ القانون قال للناس تعبانة. القانون قال للمنشأة تعبانة. المنشأة لسه شارية آلات، أنت واخد بالك، ومعدات، واحنا تشجيعا مننا على الاستثمار وان الناس دي تكبر، والناس دي ما صرفتش، ما خدتش فلوس راحت اتدلعت بيها، ده الناس دي عملت ري انفست للسيوله بتاعت المنشاه. مفيش ما يمنع ان احنا نعمل معاهم واجب ونعجل لهم بالاهلاك في السنوات الاولى عشان نخفض عليهم مقدار الضريبه عشان السيوله عندهم ما تستوعبش. قلب الام يا سيدي الناس، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. تمام يا فندم؟ حد على اللايف بيقول لحضراتكم بس لازم تقدم طلب للفحص قبل ما تطبق الإهلاك المعجل، بالرغم من ان المشرع لم يضع شرطا ولكن جابها. لا، المشرع حط 3 شروط. يعني هنا المشرع برضو حط 3 شروط، والشروط دي اتقالت في المادة. الشروط دي ان تكون الآلات لسه أول مرة، ادي 1 لسه جايبها، 2 انك استخدمتها بالفعل ولو لفتره وجيزه، ورقم 3 ان تكون المنشاه ممسكه لحسابات منتظمه، تكون المنشاه تتعامل منتظم. دول 3 شروط عشان نخف من عليك العبء الضريبي في الايه؟ في الفترات الاولى من شراء الاصول الثابته. فتاني كده انا كمأمور ضرائب المفروض ان اللي قدامي ده صافي الربح المحاسبي. اول ما عيني لمحت الاهلاك المحاسبي قمت واخده ضايفه كله لصافي الربح وقلت له ده انا هحسب الاهلاك الضريبي من اول وجديد. قمت واخد الآلات، يا فندم، ايوه، قمت واخد الآلات قمت واخد الآلات والمباني والتجهيزات والسفن قمت واخد المباني والتجهيزات والتركيبات والسفن والطائرات وضربت في 5%، وقمت واخد شهرة المحل والمشتراه وقمت ضارب في 10%، وقمت واخد اساس الاهلاك بتاع الكمبيوترات وقمت ضاربه في 50%، وقمت واخد الآلات. قلت لهم بس استنوا كده في آلات جديدة، قالوا لي لا. رحت واخد الآلات وكل الاصول الباقيه في المنشاه ضربتها في 25%، وقمت مطلع الاهلاك الضريبي. اخد بالي الاهلاك الضريبي اعمل فيه ايه؟ اخصمه من صافي الربح. يبقى انا ضفت الاهلاك المحاسبي عشان الغي اثره، وبعد كده اخصم الاهلاك الضريبي من صافي الربح عشان ده من التكاليف واجبه الخصم، ولكن وفقا للتعليمات الايه؟ وفقا للتعليمات الضريبيه. والله يشكروا الساده المشرعين هنا ان عملوا هايلايت كبير على موضوع الاهلاك واهميته. المشرعين تحفظوا تماما على اي مخصص او اي احتياطي ان هو يعتبر من التكلفه واجبه الخصم الا الاهلاك. قال لك يجب احتساب مصروف الاهلاك وتحميله على القوائم الماليه لانه يعتبر من التكلفه واجبه الخصم. وادى تعليمات واضحه لاحتساب الاهلاك ما بين الفئات اللي احنا اتكلمنا عليهم دول. ده كده كان الفرق ما بين الاهلاك الضريبي والاهلاك الايه؟ المحاسبي. احنا عرفنا المعلومه وهنذاكرها وهتسمعها تاني في المحاضرات المسجله وهتستوعبها. لكن ما تتقرنش بيها لان انت نادرا ما هتلاقي في مجال لتطبيق هذه المعلومه. لكن هي استمدنا منها قوه، بس احنا عرفنا المصدر ايه، تصنيفات الاهلاك ايه بالنسبه للاهلاك المحاسبي او الاهلاك الضريبي. انا هستأذن من حضراتكم 7 دقايق بالظبط، هاخد بق ميه وارجع لحضراتكم تاني. انا اخدت منكم المايك معلش اذا ما كنتوش تزعلوا يعني، وهسيب لكم المايك عشان نسمع اسئلتكم المتعلقه بالاهلاك نجاوب عليها. 7 دقايق وارجع لحضراتكم.
نشكركم لحسن الاستماع. المحاضرة مسجلة يا ريس؟ 7 دقايق وراجع لحضرتك. حاضر حاضر حاضر. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.